السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في هذا الفيديو غادي نحضر معكم حرشه سهله واقتصاديه وكتجي زوينه ولذيذه. حضروها الفطور ولا الكوتي. اذا نخليكم معايا. عندي هنايا سميده رقيقه، عندي نص كيلو ديال السميده الرقيقه، وغادي ودايره لها شويه ديال الملحه من قبل. نص كيلو ديال السميده وشويه ديال الملحه. غادي ندير لها الزيت، هانتوما انا عاد عبرتو الزيت 4 كاس، وزيدوا عليه واحد شويه، تقريبا نص كاس صغير ديال الزيت. بسم الله. غادي ندير لها واحد شويه ديال السكر، غير شويه، ونروونها مزيان. دايره الملحه من قبل. رونا مزيان مع داك الزيت وداك شويه الملحه اللي درت باش السميده يدخل لها الزيت. صافي، من بعد ما رونتها دابا غادي ناخذ واحد الطبيصيل وغندير فيه شويه ديال السميده، غير شويه، خليه من بعد. دابا غادي نزيد عليها واحد شويه ديال الخميرات الخبز، غير شويه ماشي بزاف، تقريبا 4 معالق صغيره. وغادي نزيد واحد شويه ديال الخميرات الحلويات، نص خماره. صافي، درت الخميره ديال الحلويات وخميره الخبز. وفي الاخير غادي ندير الماء يكون بارد. بسم الله. نخليوها تكون خفيفه، ما تكونش ثقيله، تكون خفيفه. نزيد واحد شويه الماء
ما نعجنوهاش بحال الخبزين، نخلطوها بحال هكا. صافي برك عليها، تكون بحال هكا خفيفه. خليها على جنب. غادي ناخذ واحد المقله فين غادي نطيب هاد الحرشه. ندير شويه ديال الزيت وندهن هاد المقله مزيان حتى الجوانب ديالها كاملين. صافي. دابا انا دهنتها، غادي ندير هاد السميده هادي اللي هزيتها من قبل، فيها الزيت وفيها الملحه، وغادي نرش هاد المقله. ندير حتى من الجوانب. صافي. دابا غندير هاد السميده اللي خلطت. هي واخا خليتها خفيفه، هي شربت شويه. السميده كتشرب. صافي ونقرصها هاك. حاول منين نقرصها ندير شي شويه يدي في الماء ونقرصها. فانا قديتها في المقله. دابا هاد السميده اللي بقات غادي نرشها من الفوق بحال هكا. حريشه ساهله ودغيا كتوجد، كتجي زوينه بهاد الطريقه هادي. نديرو لها كلها السميده. صافي. صافي هذه هي الحريشه اللي وجدت معكم. دابا راني غندير انا نطيبها في الفران. سخنت الفران، نشعلو من الفوق والتحت ونقلو على الفران ونخليوها طيب على خاطرها. الحرشه راه دغيا كطيب. الا بغيتو طيبوها في المقله هكا فوق البوطه حتى هي عاوتاني قلوا عليها العافيه، وتبقاو مره بقاو تدوروها بحال هكا باش يطيبوا الجوانب ديالها. عاوتاني وقلبوها باش طيب عاوتاني من الفوق. اذا نخليكم معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الحرشه اللي وجدت معكم. وغادي نتقبها من هنايا بواحد الموس هكذا شويه باش تنفس، باش ما تنفخش. اذا نخليكم معايا.
هذه هي الحرشة بعد ما وجدات وطابت، كتجي زوينه بزاف ومحمره. نتمنى تعجبكم. اذا اخواتي هذا هو الفيديو اليوم اللي قدمت معكم حريشه كتجي زوينه ولذيذه، الطريقه ديالها سهله. اذا نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، وشاركوا في القناه ديالي باش يوصلكم الجديد. السلام عليكم.